كشفت تقارير رسمية عن تطورات مثيرة حول القضية التي أثارت الجدل في الساعات الماضية، والذي تسبب فيه نادي نهضة بركان المغربي الموجه من طرف المجرم قارون المخدرات فوزي القجع، بعد قضية انتهاك سيادة الدول وإخلاط السياسة بالرياضة في سابقة خطيرة لم تعشها الكرة الجزائرية من قبل إلا مع حثالة المخزن وعبيده. وكشفت آخر التطورات عن تورط رئيس المسابقات المصري المدعو عماد شنودة في هذه القضية المثيرة للجدل، بعدما أثار السخط مراسلته الأخيرة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مما فتح باب الشكوك عن تورط هذا التقني الفاسد في هذه القضية، خاصة وأن المصري عماد شنودة لديه سوابق خطيرة في هذا المجال، وهو المتهم من طرف المصريين بتلقي الرشوة والأموال من جهات خارجية من أجل تنفيذ مخططات مشبوهة في الكرة الإفريقية عموما. وكشفت ذات التقارير أن المباراة المبرمجة سهرة اليوم بملعب 5 جويلية 1962 تتجه نحو الإلغاء بشكل رسمي، خاصة وأن نادي نهضة بركان يصر على انتهاك القوانين والأعراف الدولية، كما يصر على انتهاك سيادة الدول وإخلاط السياسة بالرياضة، في حين ترفض الجزائر كل مخططات المخزن. ومما زاد القضية تعقيدا بل تعمد تعقيدها هي المراسلة التي تلقاها الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف من طرف رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من طرف المصري عماد شنودة، والتي يطلب من خلالها اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل تسريح العتاد الرياضي المحتجز من طرف الجمارك الجزائرية بشكل عاجل، وذلك كما ذكر لتفادي التأثير على الجوانب التنظيمية للمباراة. من جانبه الموريتاني أحمد ولد يحيى نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومدلل المجرم فوزي القجع رفض ترأس اجتماع بين الفريقين، حيث كشفت ذات المصادر أن سبب رفض ولد يحيى هو أن موريتانيا لا تعترف بالخريطة الوهمية وتعترف بحق الشعب الصحراوي بتقرير المصير، حيث أكد البعض أن ولد يحيى من المحتمل أن يكون قد تلقى أوامر عليا من جهات سيادية في موريتانيا بعدم التدخل في القضية بين الجزائر والمغرب، في حين لم تؤكد آخر التطورات ملامح المباراة بين فريق اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي.